أسس بالعربي. شهري أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس إيس المدرب الشخصي شرح بالعربي شابتر 5، ألا وهو بعنوان Pre-Participation Health Screening. عنوان الشابتر النهاردة هو الفحص الصحي قبل المشاركة. يعني ايه فحص صحي قبل المشاركة في التمارين الرياضية؟ يعني ببساطة انك تتأكد ان جسمك او جسم العميل جاهز للرياضة ولا لا، ومفيش اي مشكلة صحية ممكن تعرضه او تعرضك للخطر. بنشوف مستوى اللياقة بتاعتك، وعشان كده نبدأ منه بدل ما نبدأ بمستوى اقل منه او اعلى من مستواه. بنحدد ايه هي التمارين المناسبة ليك عشان ما تتعرضش لإصابات. لا، مش يمكن يبقى عندك غضروف ولا حاجة ومخبي علينا مثلا. فكل ده بنعمله عشان نطمن عليك ونبقى واثقين انك تقدر تلعب رياضة بأمان ومن غير أي مشاكل. عشان كده المواضيع اللي هندرسها النهاردة مع بعض في الشابتر ده طبقا للكتاب هتكون Administer Exercise Pre-Participation Health Screening for Clients. ازاي تعمل فحص صحي قبل ما العميل يبدأ التمارين وايه هي اهميته. Recognize scenarios in which a client should receive further evaluation from a qualified healthcare professional prior to engaging in increased physical activity. وهنا لازم تعرف امتى لازم العميل يروح للدكتور قبل ما يمارس النشاط البدني، او ايه الحالات اللي ممكن تمارس عادي، بس ناخد كده بعض الاحتياطات والمحاذير. رقم 3 identify additional forms that must be completed by client to ensure a successful exercise experience. وهنا هنحدد مع بعض ايه هي الاوراق اللي لازم العميل يملاها ونشرحها كويس جدا عشان نضمن عملية تمرين ناجحة. رقم 4 explain the effects of select medication on resting and exercise heart rate. هنشرح هنا مع بعض ازاي بعض الادوية ممكن تأثر على ضربات القلب، سواء لو بتقيسه في حالة الراحة او اثناء التمرين. يبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. أسس بالعربي. في المقدمة هنا بيقولك قبل ما المدرب الشخصي المعتمد من إيس يصمم أي برنامج للتدريب خاص بالعميل لازم يبدأ ببناء علاقة كويسة، وده عرفنا إزاي بنعمله من حيث إنه يعرف احتياجاته، أهدافه، اهتماماته، وده من خلال التواصل الجيد والفعال زي ما اتكلمنا عليه في الفصل 3 والفصل 4. الفحص الصحي زيه زي المعرفة بالظبط، فبتقدر نتعرف بيه من خلال أول مقابلة مع العميل، وبنعرف هل هو جاهز جسديا وعقليا ولا عامل مجنون وجايلنا. برضه بيتم جمع مجموعة من المعلومات والتقييمات الرياضية بتتحط كلها في ملف واحد. لكن النهاردة خلينا نشرح ازاي نقدر نتعرف على مشاكل العميل الصحية. Inherent health risks with exercise. المخاطر الصحية مع التمرين. حد ممكن يسألني رياضة ومخاطر صحية ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ على الرغم من ان التمارين الرياضية وفكرة ان انا اعمل نشاط بدني ليهم فوائد كبيرة جدا، ودي عرفناها في الفصل الاول في تقليل خطر الاصابة بأمراض زي القلب، الرئة، السكر، انواع كتير من السرطان، لكن في نفس الوقت التمرين ليه بعض المخاطر بشكل عام. التمرين المعتدل عموما مش بيأذي الناس اللي هي الصحيحة اللي ما عندهاش مشاكل يعني، لكن الناس اللي عندهم أمراض زي أمراض القلب، أمراض السكر، ده ممكن يزود عندهم نسبة الخطر، خصوصا لو بدأوا تمارين شديدة. فلو حد عنده مشاكل في القلب وقرر يعمل تمارين قوية من غير ما انت تكون عارف عنه أي معلومات أو عنده إصابة قبل كده غضروف ولا حاجة، ممكن يعرض البني آدم ده أو الكلاين ده لمخاطر زي إن يحصل له توقف في عضلات القلب. عشان كده المدرب لازم يقيم جميع الأخطار ديت ويكتبها في ورقة، ولو في حاجات يحتاج إشراف طبيب لازم يبعته للدكتور ياخد الإذن بتاعه. Pre-Participation Health Screen يعني الفحص الصحي. دلوقتي بيبص الفحص الصحي على 3 حاجات مهمة. أول حاجة مستوى النشاط البدني الحالي. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to
Join us now, this is your time.